وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. هقول لك دلوقتي على كل المشاكل اللي بتقابلك وبتدور في بالك وهحلهم لك بإذن الله مشكلة مشكلة، لأن كل المشاكل اللي كانت بتقابلك دي كانت برضو بتقابلني والحمد لله قدرت إن أتخلص منها. تعالى بقى أمسك لك أول مشكلة، بس قبل ما أكلمك في أي حاجة ما تنساش إنك تصلي على النبي. بص، أول مشكلة إزاي تنظم وقتك وإزاي تنظم اليوم بتاعك. هما 5 حاجات، زودت عن كده بتقلل من نسبة نجاحك وبتقلل منك درجات، نقصت عن كده برضو بتقلل منك درجات. ايه بقى هما ال5 حاجات دول؟ بتذاكر، بتصلي، بتاكل، بتشرب، بتنام. تاني اهو، بتذاكر، بتصلي، بتاكل، بتشرب، بتنام. طب المذاكرة دي لما بتروح المحاضرة دي كده مذاكرة، وانت قاعد بتذاكر دي مذاكرة، فاتح المحاضرة وبتذاكر دي كده مذاكرة. كل ده في اطار المذاكرة. بس وانت نازل رايح المحاضرة بعد ما خلصت وقفت شوية مع اصحابك دي كده بره المذاكرة، يبقى دي بتنقص منك درجات. يا رب تكون فاهمني وفاهم قصدي. ال5 حاجات دول هم دول والله اللي هيفرقوا معاك. بتصلي، بتذاكر، بتاكل، بتشرب، بتنام. ايا كان بقى اللي انت بتعمله في ال5 حاجات دول مش هيفرق، المهم ما تزودش حاجة على دول وما تنقصش حاجة من دول. هتيجي دلوقتي ممكن وتقول لي ما هو اكيد الموضوع مش بالسهولة دي. لا، الموضوع بالسهولة دي لان انت طالب ثانوية عامة، مش مطالب منك انك تمشي على كلام التنمية البشرية بتاع الناس، ولو مثلا تنام بعد ما تصحى لازم تلعب رياضة، قبل ما تلعب رياضة. الكلام ده مش ليك. الكلام ده مش ليك، ده روتين لمثلا حد رياضي، حد خلاص في شغل مثلا وبيحب يعمل روتين ليومه. انت طالب ثانوية عامة لسه بتحدد مستقبلك. بلاش تمشي ورا كلام التنمية البشرية لانه والله ما هيفيدك. ذاكر وصلي وكل واشرب ونام. النوم زي ما كنت ما بقول لك من 6 ل 8 ساعات، ولا تزود عن كده ولا تقلل عن كده. حاول انك ما تضيعش وقتك على قد ما تقدر. التليفون ده كده بره ال5 حاجات، يبقى هيقلل منك درجات في الاخر. ال5 حاجات دول دي المعادلة اللي بتأهل في الآخر إنك تجيب المجموع اللي أنت عايزه. ركز في كل كلمة أنا بقولها لك وطبقها وهتشوف نتيجتها في الآخر إن شاء الله. تمام، دي كده أول مشكلة. تعالى بقى لتاني مشكلة، وهو إن أنت إزاي تذاكر بتركيز. طب إيه أهمية التركيز؟ التركيز ده والله اللي بيطلع من الأوائل. طب أنا ما كنتش بذاكر من أول السنة. تمام، يبقى أنت لو ذاكرت من دلوقتي بتركيز على الأقل هتجيب المجموع اللي نفسك فيه إن شاء الله. أو لو أنت متوقع نتيجة وحشة هتجيب اعلى منها بكتير لو بدأت من دلوقتي بتركيز. طب ازاي تذاكر بتركيز؟ بص، احنا جبنا الحاجه اهو اللي هنذاكرها وحطيناها. حاطين الحاجه دي بس اللي محطوطه قدامنا. هدفك الاول والاخير انك تخلص الحاجه دي، مش هتقوم غير لما تخلصها. ده هيديك طابع واحساس جواك ان انت هتركز في الحاجه دي لحد ما تخلصها. وزي كنت ما بقول لك، خلي دايما جواك احساس ان الامتحان بيقرب. لازم تخوف نفسك دايما، ده اللي هيخليك مركز. لو جيت اشبهها لك بمثال، انت مثلا الامتحان بكره تمام وانت قاعد النهارده اهو، هل طريقه نظامك ومذاكرتك وضغطك وانت بتذاكر هيكون نفس طريقتك ومذاكرتك قبل الامتحان بشهر؟ مستحيل. لما بتحط نفسك في ضغط وفي خوف بتلاقي ان الانتاجيه بتاعتك وتركيزك بيزيد. ده اللي انت تحط فيه نفسك دايما. تمام، انت دلوقتي اهو حطيت الحاجه قدامك وقاعد بتذاكر، صوت بيتردد جواك ولازم تعمل كده. انت الامتحانات خلاص بتقرب، الامتحانات بتقرب وداخل سباق مع ناس تانية كتير. لازم تنجز لان الدقيقه اللي انت بتضيعها في غيرك بيستغلها وبيبذل فيها المجهود اللي انت بتذاكره. خلاص اتوكلت على الله اهو وقعدت انك تذاكر. التليفون انت شايله، مفيش حاجه اسمها تليفون، ما تحطش التليفون جنبك لانه والله هيشغلك. طب انت شلت التليفون، التابلت اللي انت بتذاكر عليه او ايا كان الحاجه اللي انت بتذاكر منها، ما تخرجش من الفيديو. اوعى تخرج من الفيديو ايا كان السبب. بص، رساله جات لك، مستر بعت لك مثلا حاجه عايز تشوفها، مستر بعت لك رساله في محاضره نزلت، ما تخرجش من المحاضره اللي انت فيها غير لما تخلصها كلها. لان هقول لك اللي بيحصل معاك وانا واثق انه بيحصل معاك كده لانه كان بيحصل برضو معايا. انا دلوقتي هو بتفرج على المحاضره، بقوم خارج الاقي مثلا احمد ابو زيد منزل محاضره، الدحيح منزل فيديو. كنت دايما بحب اتفرج عليهم، اول ما اخرج الاقيهم اقوم داخل متفرج على طول. طبعا هنا انت بتخش في دوامه تانية غير الدوامه اللي انت كنت بتبقى فيها.
فبالتالي انت فقدت تركيزك. يبقى انت قعدت ذاكرت بالله عليك مركز بس في الحاجه اللي انت بتذاكرها، وبتقنع نفسك دايما ان الامتحانات بتقرب بحيث انك تزود تركيزك على قد ما تقدر. تمام. الحاجات برضو اللي هتساعدك تزود تركيزك: شيل التليفون نهائيا، ابعد عن التليفون، وطالما دخلت المحاضره اوعى تخرج منها. وحابب بس اقول لك لو كملت الفيديو لحد هنا فانا في ملخصات ليا بنزلها على جروب التليجرام دلوقتي، خش انضم ليه لان انا متاكد ان هي هتفيدك جدا. حاجه برضو مهمه تعملها: قبل ما تذاكر اعمل جدول للماده اللي انت هتذاكرها. والجدول ده بناء عن ايه؟ يعني مثلا اول ساعتين انا هذاكر مثلا يعني انت مثلا في الانجليزي اول ساعتين هذاكر جرامر، بعد كده هذاكر كلمات. مثلا بعد ما اخلص هبدا ان انا احل في ساعتين. بتحدد كل حاجه وبتقسمها بحيث انك تلزم نفسك انك لا لازم هتخلص اللي انت بتذاكره ده في الوقت اللي انت محدده. زاد شويه زاد، قل شويه قل، انما المهم تحدد وقت انت هتخلص فيه الحاجه دي. وزي ما بقول لك اسمع مني، والله لازم تعمل جدول للماده. جدول للماده اللي هو ايه؟ يعني انت مثلا زي ما بقول لك اهو، هنقول بلاش الانجليزي، بتذاكر كيمياء. اول حاجه ان انا مثلا هذاكر الدرس الاول مثلا، بعد ما اخلص الدرس هبدا ان انا احفظه، بعد ما احفظ هبدا ان انا احل عليه. كده الجدول بتاع الماده خلص. تمسك ماده جديده وتبدا انك تذاكرها. تعالى برضه اكلمك على حاجه مهمه تاني بتقابلك: الافكار السلبيه اللي بتجيلك دايما وانت بتذاكر. انا لما اخش الامتحان مش هعرف احل، انا مش هجيب مجموع في الاخر، انا لما اخش الامتحان الاسئله هتبقى صعبه قوي وانا مش هقدر احلها. هل الاسئله اللي انا بحلها دي هي اللي هتجيلي في الاخر؟ وكل الاسئله اللي بتدور في بالك دي لما تجيلك وانت بتذاكر والله ده شيطان. طب ازاي بقى تتخلص من الشيطان ده؟ هتردد: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين فانا لا احسن التدبير. سلم نفسك لربنا، هتلاقي والله ان كل الافكار دي بتروح منك خالص وبتركز بقى في الحاجه اللي انت بتعملها. وحابب بس اقول لك على حاجه: ان كل الافكار اللي انت فيها دي بتيجي لغيرك وكانت بتجيلي وبتيجي لكل الطلبه. ده شيء طبيعي جدا. لما بتخش الامتحان بتكتشف عكس كده تماما وبتقول يا ريتني ما كنت ضيعت وقتي في التفكير ده. تعالى برضو بقى لحاجه مهمه وعايزك تركز فيها كويس جدا: انت مطالب منك تذاكر كام ماده في اليوم؟ لازم في الفتره دي تذاكر مادتين. طب ايه نظام المادتين اللي انت تذاكره؟ بص، بتذاكر ماده علمي مع ماده نظري. طب لو انت ادبي بتذاكر ماده ادبي مع ماده نظري. ازاي؟ يعني لو انت علمي كيمياء مع عربي مثلا، فرنساوي مع فيزياء، انجليزي مع احياء. لو جيت مثلا للادبي مثلا تاريخ مع انجليزي، جغرافيا مع فرنساوي، وهكذا تمشي بالترتيب ده. ولازم مادتين في اليوم. طب ليه مادتين في اليوم؟ ايه الغرض من كده؟ لان انت هتلاقي انك بتعيد على الماده مرتين في الاسبوع. مره، مش انا بقول لك انت هتذاكر مادتين، فانت بالتالي خلال الاسبوع هتلاقي ان الماده اتكررت معاك يومين. طب ده بقى تستغله في ايه؟ تستغله مثلا ان انت تقول لنفسك انا اول مره، يعني مثلا لو جينا نقول في الفرنساوي، اول مره انا هذاكر جرامر، تاني مره هحفظ كلمات في الفرنساوي. فاهمني؟ هتلاقي نفسك انك بتقسم وبتقدر تستغل كميات كبيره قوي في كل ماده. طب انت مطالب منك انك تحل كام شامل؟ بص، انت لازم تحل 10 شوامل، بس قبل ما تحل تكون مخلص المنهج ومراجع كويس. طب ليه؟ لان انت دلوقتي مثلا دخلت اهو تمتحن وانت مش مذاكر كويس، بالتاكيد مليون في الميه انت مش هتقدر تجيب درجات كويسه في الامتحان ده. فانت خلص مراجعاتك كامله، بعد كده خش وتوكل على الله حل شوامل. وانت بتحل في اول امتحان لو جبت فيه درجه مش كويسه، ده الطبيعي اللي هيحصل معاك. حاول بقى انك تحسن من نفسك كل امتحان لحد ما تقفل العشر امتحانات على بعض. وحاول وجاهد نفسك انك اخر امتحان شامل انت هتمتحنه تجيب فيه اعلى درجه. يعني مستر الانجليزي لما كنت معاه قال لي ان انت الدرجه اللي هتجيبها في سابع امتحان شامل دي اللي هتجيبها اخر السنه. نقص درجتين في الامتحان الشامل وفي اخر السنه نقص درجتين. بص، انا مش بقول لك ان هي مقياس، بس والله ده اللي حصل فانا بقوله لك. ركز وحسن من نفسك ان اخر امتحان شامل اللي هو العاشر يطلع بافضل شكل. ومعلش في حاجه بس نسيتها في موضوع جدول المواد: لو انت حابب انك تذاكر ماده في الاسبوع او مثلا ان انت تذاكر ماده في يومين او في 3 ايام حسب ما انت متحدد، النظام ده كويس. يعني شوف انت مقدرتك ايه في مثلا عدد ايام تخلص فيه ماده، النظام ده كويس. لو هتقدر انك تمشي عليه اتوكل على الله. طب تعالى بقى اقول لك ايه النظام اللي انت هتمر بيه وانت في اللجنه، واسمع وركز في الكلام اللي انا بقوله لك ده. انت لما تخش الامتحان ولا هتلاقي الدنيا زيطه ولا هتلاقي الدنيا زحمه وده بيتكلم وده بيتكلم، مش هتلاقي الكلام ده خالص غير في اخر 5 دقايق كده والورق بيتلم. انما طول ما انت بتمتحن الدنيا هاديه وكل واحد مركز في حاله وكل واحد شغال زي ما هو. في الاخر بس الهوجه اللي بتحصل او اللي انت بتسمع عنها دي بتحصل في الوقت ده. انما طول ما انت ماشي في الامتحان خليك بس مركز في اللي انت فيه وما تقلقش، الدنيا حواليك ما بتبقاش زحمه زي ما كل ما بيقول لك. طب انا لما اخد الورقه تمام وابدا اقعد امتحن، هل
انا هيبقى في وقت كافي ان اراجع، هتخلص وهيبقى قدامك وقت كبير قوي تراجع. بس هنا المشكله ان هل بقى وانت بتراجع الاسئله هتعرف تجيب اجابتها ولا هتفضل برضو صعبه بالنسبه لك؟ يعني انا لما كانت فيها اسئله بتقف قدامي وانا خلاص في قدامي وقت كبير قوي ان اراجع، لما كنت ببدا ان انا اراجع كانت برضو الاسئله بتفضل واقفه قدامي، فكنت ببقى محتاج وقت كبير بقى ان اقعد افكر والكلام ده. انما كوقت انت هتلاقي وقت كبير قوي وهتخلص قبل ما الوقت او الوقت المحدد للامتحان يخلص. بص، لو انت المشكله معاك في موضوع الوقت فلا، الوقت والله هيكون كافي وهتعرف كلامي وانت بتمتحن ان شاء الله. طب بتسأل برضو نفسك سؤال مهم، هل الاسئله لما تجيلك هتجيلك صعبه ومش هتعرف تحلها وهتكون اول مره تشوفها؟ تعالى بقى افهمك ايه اللي هيحصل معاك وانت جوه. عايز بقى افهمك حاجه مهمه جدا، ان انت الاسئله هتجيلك بالتدريج. يعني ايه بالتدريج؟ يعني في اسئله صعبه واسئله متوسطه واسئله سهله. الاسئله السهله والاسئله المتوسطه اي طالب بيقدر يحلها، هو بيبقى يعني اللي بيحط لك الامتحان بيجيبها لك انت تقدر تحلها. الاسئله الصعبه بقى ازاي تحلها بكل سهوله؟ بص، الاسئله الصعبه اللي جات لي في كل الامتحانات كانت محتاجه ان انا اكون حافظ ومحتاجه ان انا اكون حلل كتير، غير كده مش هتقدر تحل السؤال الصعب. انا بعرفك من دلوقتي اهو عشان وانت في الامتحان ان شاء الله تبقى واخد بالك، اي سؤال صعب هيجي لك في الامتحان محتاج ان انت تكون حافظ المنهج كويس وكنت حليت كتير، غير كده مش هتقدر تحل السؤال الصعب. والاسئله الصعبه لما تجي لك هم هيكونوا خمسه او اكتر، يعني حاجات بسيطه مش اكتر من كده، بيكونوا 5 اسئله في المتوسط يعني. فانت تحل الاسئله دي ازاي بسهوله؟ وركز في الكلام اللي انا بقوله لك، وهو ان انت حل كتير، اتعود انك تحل كتير من دلوقتي واحفظ المنهج، ما تعتمدش على كتيب المفاهيم. وطالما جينا لكتيب المفاهيم تعالى برضه اكلمك عليه. لما دخلت الامتحان كان في اجزاء انا معتمد عليها في كتيب المفاهيم بس ما كانتش كتير. كتيب المفاهيم لما جالي متقطع وجالي الترتيب مش بنفس ترتيب المواد. وعايز افهمك ان كتيب المفاهيم ده كتاب موجود فيه كل المواد، يعني انت بتخش بتستلم كتاب موجود فيه ال7 مواد، بتفتح بقى على الماده اللي انت بتمتحنها وبتبدا بقى تشوف. انا لما جالي الكتاب انا وزمايلي الكتاب كان متقطع لان جابه لنا بتاع السنه اللي فاتت بتاع الدفعه القديمه. فانت ما تعتمدش على حاجه ممكن تضرك. انت دلوقتي عارف ان كتاب المفاهيم لو جالك ممكن يجي لك متقطع او ممكن انت ما تستفادش منه، يبقى اعتمد على نفسك انك تحفظ. بص هفكرك تاني، لولا ان انا كنت حافظ ما احتجتش لكتاب المفاهيم، لو كنت اعتمدت عليه وكان جالي متقطع كان زماني ضعت دلوقتي. تعال بقى اقول لك على شويه حاجات هتفيدك. لو انت سنتر حاول انك تجمع مواعيد السنتر كلها في يومين على الاقل، وحاول انك تخلي الباقي كله اونلاين. حاول انك تخلي الباقي كله اونلاين لان ده هيوفر لك وقت كبير قوي. انا قلتها لك قبل كده كتير وبكررها لك تاني اهو، لازم في الفتره الجايه تعتمد على حاجه واحده بس، والافضل هو هيكون الاونلاين. دي حاجه. تاني حاجه، حاول ان انت تنجز بسرعه. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي مثلا قدامك درس او قدامك مثلا هتحل مثلا امتحان شامل، حاول كل مره انك تسرع نفسك وانت بتحل. دلوقتي مثلا السؤال قدامك فبتقراه وبتحل براحتك، في معلومه وقفت قدامك بتروح تفتح الكتاب وتشوفها وترجع تكمل. في الامتحان مش هيبقى كده، فحاول انك تعتمد على نفسك الاول انك تحل وتطلع كل الاسئله من دماغك، قتلت تبدا بقى تروح تطلع من الكتاب او تشوف حل من حد صاحبك وكل الكلام ده. انما حاول انت بنفسك الاول انك تعتمد انك تخلص كل حاجه في وقت قليل وبسرعه. حاجه برضو مهمه تعملها وانت بتحل، حاول ما تخليش الاجابات تبقى مشتته بين اجابتين. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي اهو بتحل ال4 اجابات، استبعد كده كده هيجي لك 2 انت هتستبعدهم تماما، وفي 2 هيكونوا قريبين من بعض. حاول انت بقى تتعامل بذكاء الفتره الجايه انك لا ما تخليش 2 قريبين من بعض، هي واحده بس. طب دي هتعملها ازاي؟ بالحل الكتير. حل كتير على قد ما تقدر، خبرتك هتزيد في كل درس، بدل ما انت مشتت بين اجابتين لا هتلاقي نفسك انك بتختار اجابه واحده على طول. وده طبعا هيفيدك اخر السنه لان اخر السنه الاجابات كلها بتيجي متشابهه، فلو انت متدرب انك بتقدر تطلع المختلف وتختار الصح صدقني هتفرق معاك قوي في الاخر. حاول انك تخلص المنهج في اسرع وقت، يعني لو انت ماشي مثلا على نظام المستر بس انت تقدر تنجز وتخلص طبعا ابدا وخلص على طول. طب ليه؟ لان ده هيفيدك ان انت تحل شوامل. طب انت لو كنت متاخر يبقى امشي على النظام اللي المستر محدده لك، امشي على النظام ده واكيد المستر صح مليون في الميه. طب تبدا تركز على ايه وانت بتحل عشان تضمن درجات كتيره في الامتحان؟ خليك ناصح، هم بينزلوا لك توزيع الدرجات. يعني انت مثلا عندك في الكيمياء العضويه هيجي لك عليها نص الامتحان، يبقى انت تهتم بيها كويس جدا وتذاكرها كويس لان هتلم بيها درجات في الاخر. عندك مثلا في الاحياء فصل التكاثر هيجي لك عليه اسئله كتيره جدا واسئلته هتبقى صعبه، يبقى تدرب نفسك عليه كتير عشان لما يجي لك في الاخر تقدر تحل اسئلته. معادلات الحديد ضامن ان هيجي لك عليها سؤال، يبقى اهتم بيها كويس جدا.
الباب الثالث والباب الرابع في الكيمياء والفيزياء لازم تهتم بيهم، واصعب اسئله في الامتحان هتجيلك برضو عليهم. يبقى انت هنا بتتعامل بذكاء، بتشوف ايه اللي انت ضامن انه هيجيلك في الامتحان وتحل عليه اسئله كتيره قوي وتدرب نفسك عليه. وبكده اكون حاولت اجاوبك على اكتر الاسئله اللي بتشتتك في الفتره دي، وان شاء الله في الفتره الجايه هنزل لك برضو اي سؤال حاسس ان هو بيشتتك هتلاقيني بكلمك عنه. اتاكد بقى انك مشترك في القناه دلوقتي عشان اي فيديو جديد ارفعه يوصلك ان شاء الله. وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان ده يساعد ان الفيديو يروح لناس تانية. اخر حاجه بقى، ما تنساش انك تصلي على النبي. سلام.